فيلمنا بيبدأ لما جيفري قتل مراته وشريكه ألبرت في الشركة بعد ما حصل لها انهيار اقتصادي، وروح البيت خد بناته فيكتوريا وليلى علشان يهرب، وركب عربيته وفضل يمشي بسرعة لحد ما اتقلب في الغابة. بعدين بينزل هو وبناته وبيفضل يمشي لحد ما بيلاقي بيت قصاده، وبيدخل يلاقي البيت كله مقلوب، فبيفضل يبكي على كل اللي حصل. فيكتوريا بنته بتسأله: انت بتبكي ليه يا بابا؟ قال لها: حزين علشان امك اللي توفت، انت عارفة ان بابا بيحبك قد ايه؟ فبيقلع لها النضارة اللي هي لابساها وهو ماسك مسدس في ايده، وبيقول لها بص من الشباك، ولسه هيضربها بالمسدس طلع شبح من وراه وفضل يخنق فيه وطلعه بره. وفيكتوريا فضلت تنادي عليه لكنه اختفى وملوش اي اثر. بعدين بيفضلوا البنتين قاعدين في البيت لوحدهم، وبيلاقوا حد بيرمي لهم حبة كريز من الضلمة. وبعد 5 سنين لوكاس اخو جيفري دفع فلوس لوريني وبرونزي علشان يدوروا على بنات اخوه في الغابة، وهم بيدوروا بيلاقوا عربية مقلوبة وجواها عروسة لعبة، فالكلب اللي معاهم بيشم الريحة بتاعتهم وبيوصلهم للبيت. وبعد ما بيدخلوا بيلاقوا البنتين شكلهم يخوف، وبيفضلوا يصرخوا أول ما بيشوفوهم. بعدين بيروح يبلغ أنابيل مراته إنهم لقوا بنات أخوه، فبيروحوا المستشفى ويقابلوا الدكتور جيرالد، واللي بيقول لهم إن حالة فيكتوريا مستقرة لكن ليلى حالتها صعبة جدا. وبيقول لوكاس: خد النضارة دي وروح لبسها لفيكتوريا، جايز تفتكر حاجة. ولوكاس فعلا بيدخل عليهم الأوضة، وفيكتوريا بتهجم عليه مرة واحدة، وبيقول لها: أنا جايب لك النضارة علشان تلبسيها لأن عارف إن أنت نظرك ضعيف. ردت عليه وقالت له: أنت أكيد بابا صح؟ قال لها: لأ، أنا عمك لوكاس. وفضلت تحضن فيه جامد. بعدين جين خالة البنات بتروح المحكمة وبتقول للقاضي إن ليها الحق في أخذ البنات وتربيتهم. فدكتور جيرالد بيقول للقاضي: لقينا البنتين معزولين في بيت لوحدهم وكمان خايفين من أي حاجة، وخلقوا شخصية وهمية علشان تحميهم في الظرف اللي كانوا فيه. هما دلوقتي قدامهم فرصة علشان يعيشوا حياة طبيعية مع عمهم لوكاس. بعدين الدكتور جيرالد بيقول لهم إن في حل بعيد عن المحكمة، إن هما يتابعوا البنات في المستشفى، وهيقعد فيه البنتين علشان يتابع حالتهم، وانتم اللي هتبقوا مسؤولين عنهم. فالدكتور جيرالد بيسأل فيكتوريا: ايه اللي حصل معاكم؟ فبتقول له ان في ست هربت من المستشفى وخدت بنتها وبعدين نطت، وماما هي اللي ورتنا القصة دي في الحلم. بعدين بيروح الدكتور جيرالد ومعاه البنتين لبيت الرعاية، وبيلاقي لوكاس وأنابل في انتظاره قدام البيت. ليلى كانت مستخبية في أختها فيكتوريا وهما داخلين، وبتقول لأنابل: يا ماما. فأنابل بتقول لها: أنا مش ماما، ناديني باسم عادي. وبعد ما بيدخلوا البنتين البيت بياخدوا جولة في البيت، وبعدين بينزلوا الجنينة، وليلى بتنط في كرتونة مرة واحدة. وبيجي الليل وبيدخلوا يناموا البنتين في الأوضة، وفيكتوريا على السرير وليلى تحت السرير. وبعد ما بيصحوا تاني يوم بيفضلوا يرسموا على الحيطة، وليلى بتلعب مع خيال في الأوضة، بتقع وبتفضل تصرخ، وأنابل بتسمعها وتروح علشان تشوف فيه إيه. لكن فيكتوريا بتقول لها: عم لوكاس بينده عليها. وبعدين فيكتوريا بتدخل على أختها الأوضة وبتقفل الباب. بعدين أنابل وهي بتعزف في الأوضة بتاعتها لقيت النور عمال يشتغل ويطفي، وفي صوت غريب في السماعات اللي مشغلاها. بتبص جنبها لقيت ليلى واقفة، وبعدين فضلت تتنطط وتجري من جنبها. بتروح أنابل للوكاس وتقول إن في حاجات غريبة بتحصل في البيت، فقال لها: تعالى بس نشوف السرير ده بيقول إيه. وهما بيحبوا في بعض. أنابل لقيت حاجة غريبة على شباك الأوضة وقالت له: الحق، في واحدة فيهم هنا. فقام لوكاس دخل عليهم الأوضة ولقاهم نايمين، فنزل وفضل يدور في البيت كله، لقى فراشة بتطير وبعدين بتقف على الحيطة اللي اتشققت وخرج منها شبح زق لوكاس ووقعه من على السلم. بعدين بيروح لوكاس للمستشفى وهو في غيبوبة، والدكتور جيرالد بيقول لأنابل: البنتين دلوقتي في مسؤوليتك، لازم تهتمي بيهم. بعدين بتروح أنابل وبتقول لهم إن احنا هنبقى في وش بعض دايما، عايزاكم تهدوا شوية من الرعب اللي انتوا بتعملوه ده. وبيجي الليل وأنابل بتشوف حاجة غريبة عمالة تمشي في البيت، فبتدخل تنام وهي خايفة وبتفضل تسمع أصوات غريبة. فبتقوم وتدخل عليهم الأوضة وتلاقيهم عمالين يلعبوا، فبتقول لهم الوقت متأخر، ممكن تناموا بقى. بتروح علشان تفتح الدولاب بتاعهم، فيكتوريا بتقول لها: لأ، بلاش تعملي كده. فأنابل بتسمع كلامها وبتقفل الدولاب وبتخرج. بعدين أنابل بتروح للدكتور جيرالد وبتقول إنها حاسة إن في حد بيجي يزورهم في الليل، أنا سمعتها وهي بتغني ليهم كأنها صوت ست. فالدكتور قال لها: فيكتوريا بتعاني من انفصام وهي اللي بتتقمص شخصية ماما. بعدها دكتور جيرالد بيفضل يبحث عن قصة الست المجنونة اللي فيكتوريا قالت عليها، فبيدخل السجل المدني، والموظفة المسؤولة بتقول له: فعلا كان في واحدة اسمها أديس برنن هربت من مستشفى المجانين من فترة، وخدت الصندوق ده لأنه يخصها وهيفيدك جدا. بعدين أنابل وهي في البيت فضلت تسمع أصوات غريبة وهي واقفة، شبح الست ظهر وراها فترعبت من الخوف. ولوكاس وهو في الغيبوبة حلم بأخوه جيف وهو بيقول له: انقذ بناتي وروح البيت اللي في الغابة، هتعرف كل حاجة.
ولوكاس بيفضل يتهز بقوة من على السرير، والممرضين جم علشان يساعدوه. وبعد ما فاق من الغيبوبة راحت له أنابيل ومعاها البنتين علشان يزوروه. فلوكاس بيدي لفيكتوريا رسمة ليها هو يا أختها، فبتفرح فيكتوريا جدا وبتروح توري الرسمة لأختها. بس كانت ليلى مشغولة جدا بأكل الفراشات. وبعد ما روح البيت بيجي الدكتور جيرالد وبيقول لفيكتوريا عايزك تكلميني أكتر عن ماما، هي كانت عايشة معاكي في البيت اللي في الغابة؟ طيب هي فين دلوقتي؟ طب هي اللي في الصورة دي؟ فيكتوريا بتتوتر جدا وبتقول له اخرج من هنا. فالدكتور بيلاقي الحيطة اللي وراه عمالة تتشق، فبيخرج هو كمان وبيجري ويركب عربيته علشان يطلع على البيت اللي في الغابة. وبعد ما وصل دخل البيت ولقى الحيطة اللي قصاده عمالة تتشق برضه وبيخرج منها دم، وفضل يسمع أصوات غريبة. فالدكتور فضل يقول أنا عارف اسمك وعارف كمان عايزة إيه، وطلع الكاميرا اللي معاه وفضل يصور علشان يشوفها. فبتطلع له من الأوضة وبتفضل تخنق فيه لحد ما تموته. بعدين أنابيل بتشوف راهبة ماسكة طفل، وبتيجي واحدة تغزها بمسمار وتاخد الطفلة منها وبتطلع تجري بيها في الغابة، وناس كتيرة بتجري وراها لحد ما بتنط في المية. فبتقوم أنابيل وهي مفزوعة وبتلاقي فيكتوريا في وشها وهي بتبص تحت السرير اللي كان فيه شبح الست وهي بتطلع لأنابيل. فبتفضل تصرخ لحد ما كل حاجة بتختفي. بعدين ليلى بتصحي فيكتوريا وبتقول لها تعالي نروح لماما، لكن فيكتوريا بترفض. فبتنط ليلى من الشباك وتروح لوحدها. وأنابيل بتدخل عليهم بالليل وما تلاقيش ليلى في الأوضة، فبتبص من الشباك تلاقيها نايمة في الجنينة، فبتروح تجيبها وتدخلها البيت. وتاني يوم أنابيل بتدخل الأوضة وتلاقي ليلى ورا الكرسي، فبتقول لها خوفتيني انت لسه بتستخبي؟ بعدين بتسمع فيكتوريا وهي بتنادي عليها وبتقول لها يلا علشان ناكل، انا وليلى مستنيينك من بدري. فبتطلع اللي مع أنابيل في الأوضة شبح الست اللي دخلت الدولاب. بعد كده أنابيل بتفضل تدور عليها في الدولاب وما بتلاقيش أي حاجة، فبتطلع عليها فيكتوريا وتقول لها اقفلي باب الدولاب دلوقتي أحسن ما تتأذي. بعدين أنابيل كان في ظرف يخص الدكتور جيرال وفي صورة للست اللي شافتها في الحلم، فقررت تاخد البنتين وتطلع على المستشفى علشان تقابل الدكتور جيرال، لكنها مش بتلاقيه. وبتدخل المكتب بتاعه وبتاخد الصندوق اللي فيه ملفات تخص حالة البنتين، وبتروح البيت عشان تفتح الصندوق وبتلاقي صندوق تاني صغير جواه ومكتوب عليه جثة. وبعدين بتلاقي فلاشة فبتشغلها وبتسمع فيكتوريا وهي بتقول للدكتور جيرال إن في ست هربت من المستشفى المجانين وخدت بنتها ونطت في المية، لكن بنتها ما وقعتش معاها. ففضلت تدور عليها لكنها ما لقيتهاش، ولقيتنا أنا وليلى في الغابة وفضلت تهتم بينا. فبتتأثر أنابيل وبتفضل تبكي وبتروح فيكتوريا عشان تحضنها. بعدين لوكاس بيخرج من المستشفى ويروح على الغابة علشان يدور على البيت اللي ظهر له في الحلم. وبيجي الليل وشبح الست بيظهر للبنتين وهو متضايق علشان بدأوا يتعلقوا بحد تاني، وفضلت تجري وراهم لحد ما طلعوا الأوضة وفضلوا يصرخوا. فبتسمعهم أنابيل وبتطلع تشوفهم وبتلاقي ليلى واقعة على الأرض. بعدين بيبصوا التلاتة شافوا شبح الست نازل من فوق الدولاب وفضل يجري وراهم لحد ما مسك أنابيل وفضل يضرب فيها. وبعدين قرب من البنات، وفي نفس الوقت بتيجي جين خالة البنات علشان تزورهم، فبتلاقي في وشها شبح الست اللي فضل يخنق فيها. وفيكتوريا بتنزل على صوتها وبتلاقي شكلها متغير فبتفضل تصرخ جامد. بعدين أنابيل بتقوم وبتفضل تدور على البنات في البيت كله لكنها مش بتلاقيهم، فبتاخد الصندوق وتركب العربية علشان تروح البيت اللي في الغابة. وهي ماشية في الطريق بتلاقي لوكاس وهو بيدور على البيت برضه لكنه تايه، فبتقول له تعالى معايا، أنا معايا خريطة توصلنا لغاية هناك. وبعد ما لقوا البيت دخلوا وشافوا جين خالة البنات شكلها غريب. وبعدين بيطلعوا على الأرض مرة واحدة، فبيخرجوا يبصوا على حافة التل وبيشوفوا البنتين قاعدين هناك. فبيطلعوا بسرعة وبيلاقوا شبح الست واقف في الهوا وبيقول للبنات تعالوا. فلوكاس بيجري وبيلحق ليلى في آخر لحظة، وشبح الست بيضرب لوكاس ويوقعه على الأرض. بعدين أنابيل بتفتح الصندوق اللي كان فيه هيكل عظمي لطفل الست اللي كانت بتدور عليه، فبتاخده منها وتفضل فيه. بعدين وهي ماشية ليلى بتنادي عليها تاني وتقول لها ماما، فشبح الست بترمي الهيكل العظمي اللي معاها وبترجع تضرب لوكاس في جنبه. وبعدين بتضرب أنابيل بتروح تاخد البنتين. وهي ماشية أنابيل كانت ماسكة في فستان فيكتوريا ومش راضية تسيبه. راحت فيكتوريا قالت لشبح الست أنا آسفة يا ماما، مش هاجي معاكي بس أنا بحبك. فشبح الست بتاخد ليلى وبتختفي مرة واحدة من قصادهم، وبتفضل فيكتوريا تبكي عليهم، لكن لوكاس وأنابيل بيفضلوا يحضنوا فيها. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ.